أعرب المغرب الأربعاء عن استعداده لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق غابات تشهدها، وجهز طائرتين للمشاركة بمجرد الحصول على موافقة جارته. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وأضافت الوزارة أنه بتعليمات من العاهل المغربي تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير للمشاركة في هذه العملية بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية. ومنذ عقود تشهد العلاقات بين البلدين العربيين انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وفي وقت سابق الأربعاء أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الوطني ل3 أيام. وكشفت إدارة الحماية المدنية في الجزائر الثلاثاء عن اندلاع 36 حريقا في 18 محافظة من أصل 58. وتعتبر المملكة المغربية الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات في كل القارة الإفريقية، إذ يمتلك المغرب 6 منها من طراز كنادير C-415، وتبلغ قيمة الواحدة 37 مليون دولار. ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق وكذا على أسطح الأنهار والبحار، كما بإمكانها أن تحمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتسير على ارتفاع منخفض. وكان المغرب قد اقتنى طائرات كنادير المعروفة أيضا بلقب وحش الحرائق من خلال شركة بومباردييه.